بصوا بقى، انا مش هسيبكم قاعدين، انا هاخدكم معايا ليومي بيبقى عامل ازاي. الصبح بصحى الصبح، احضر الشنطه بتاعتي، احط فيها الحاجات اللي انا بفكر كده انها ممكن تبقى محتاجاها طول اليوم، فاحط حاجات احط حاجات واخدها واروح اليوجا. بعد ما بخلص اليوجا بحس ان انا فريش جدا، اروح رايحه على التراك ابدا امشي. بعد اول لفه في التراك بحس ان انا طب ما اجري بقى. بعد طب كمان شويه، طب مش عارفه ايه، لا انا حاسه اني تعبانه، اروح اقول بكره مش مشكله. ويفضل كده الدنيا ماشيه ماشيه، واقعد افكر وانا ليه ما بجريش، مش عارفه. ويفضل الدنيا ماشيه بالنسبه لي كده لحد ما في يوم كده انا زهقت من قصه تحضير الشنطه دي، قلت انا مش هاخد معايا حاجه، هحط الحاجات الاساسيه اللي هو ما ينفعش اروح النهارده من غيرها. طيب حطيت فعلا الشنطه بقت خفيفه جدا، رحت اليوجا ومشي اليوم زي ما هو. جيت تاني يوم رحت وبدات امشي في التراك، وبعدين فجاه قلت بقى انا هجري بقى النهارده، بدات اجري وفعلا جريت وجريت اكتر وقت ما انا كنت متخيله ان اول مره اجري هيبقى بالشكل ده. بعد ما قعدت اروح وقعدت افكر في الموضوع، هو انا ايه ده، هو انا جريت عشان خففت الشنطه كانت تقيله جدا عليا، هي دي اللي كانت منعاني. ده على فكره ده حياتنا كمان فيها القصه دي، طول ما احنا شايلين شنطه تقيله وماشيين بيها احنا مش عارفين نحقق اهدافنا. الحاجات اللي في الشنطه دي ممكن تكون علاقات، ممكن تكون افكار، ممكن تكون معتقدات، ممكن تكون اي حاجه عامله زحمه وخلاص، حتى لو اشياء. فاحسن حاجه الواحد علشان يعرف يجري ويحقق اهدافه، ياخد كل الحاجات دي كده اهو ويجري بيها على اكتر حته بعيده كده، 1 2 3 ويرمي ويرجع بسرعه، يستمتع بحياته وهي فاضيه، لان دي فعلا متعه. فانا لقيت فعلا ان مفتاح السعاده هو في البساطه.